عائلتنا عم تكبر يوم عن يوم وشوي شوي. هلأ وصلنا تقريبا 1500 أخ وأخت. تحياتي وحبي الكبير إلكن فردا فردا، كبير وصغير. وكمان حبيت أضرب عصفورين بحجر واحد، عملت عيد ميلادي وحفلة الألف مشترك مع بعض حتى تكون الفرحة فرحتين. بصراحة أنا أول مرة بحتفل بعيد ميلادي بهذا الشكل. يعني بالعادة كيك صغير لعائلتنا يعني وشوية أكلات طيبة وخلصت السيرة. بس هالمرة حبيت تكون غير، لأنه عن جد كتير مبسوطة وفرحانة من كل قلبي. وحبيت كمان أنتوا تكونوا معي بهاي الفرحة وتشاركوني بآرائكم بالتعليقات. عملت كتير شغلات وأخذت مني تقريبا من الوقت من 3 ل 4 أيام من التحضير والترتيب والتنسيق. وكنت بصراحة كتير منهكة بهالفترة، لأني قررت فجأة أعمل يعني إني أعمل أحتفل بعيد ميلادي ولو وصلنا 1000 مشترك. يعني عن جد كنت فايتة ب60 حيط، لأنه كان كل شيء فجأة، فبدي أنط من محل لمحل حتى أجيب أغراض الزينة والصحون والكذا، ويكون كلاته من تقريبا يعني لابقى الألوان كلها على بعض. وقررت فجأة شو أعمل. يعني كتير كنت منهكة فعلا بتفكيري وبجسمي كمان، لأنه كنت بسرعة بسرعة عم بشتغل، بسرعة بسرعة عم بعمل. فالحمد لله والشكر لله. أول شيء أنا حابة أقول إني ممنونتكم كتير، وقفتكم جنبي ودعمكم، حملتوا همي عن جد من كل قلبي. شكرا. يعني أولا وأخيرا الفضل لله، ثم إلكم. أنا كان عندي حماس حتى أعمل شيء، وإنتوا بدعمكم للقناة ولإلي خليتوني غصب عني أقتطع من وقتي حتى أعمل شيء ممكن يفيد ولو واحد فيكم. أحيانا بكون كتير محبطة وتعبانة بسبب الضغوطات. يعني سبحان الله، كل واحد بهالدنيا في عنده شيء شاغله. بس بيجي واحد أو واحدة منكم سبحان الله من الأصدقاء بيحكي كلمة إيجابية بخليني أرجع بهمتي ونشاطي. سبحان الله، صدق رسول الله لما قال الكلمة الطيبة صدقة. فعلا بتعطي طاقة غير شكل للبني آدم. سبحان الله. يعني مثلا إذا زوج حكى لزوجته بعد تعبها بالبيت وبالولاد، الله يعطيك العافية حبيبتي، أو كلمة، أي كلمة طيبة حلوة، راح تنسى كل تعبها. ولكن صحيح أكيد الزوجة إذا حكت لزوجها كلمة طيبة ولو مش عاجبها الوضع بس هو راح يكون أكيد غير. حتى لأولادكم ولكل اللي بتحبوهن، أكيد كل اللي حوالينا بيستاهلوا إنكم تحكوا معاهم كلمة طيبة، راح يكونوا أكيد غير، وكله راح يرجع لكم. سبحان الله، أي إشي، أي كلمة أنتم بتطلع منكم راح ترجع لكم. أنا مو يعني هذا الكلام اللي أنا عم بقوله يعني إنه أنا بيرفكت، يعني أنا لا، سبحان الله، أنا بني آدمة كمان. بس الواحد دايما بيحاول يعني حتى ندعم بعض بالكلمة الطيبة وبالحب، يعني حتى يصير كلياتنا غير، حتى نصير كلياتنا غير دائما. حضرتي كالعادة استرسلت كتير بالكلام وبالحكي ونسيت الحفلة اللي كانت بتطير العائل بصحبة أصدقائنا اللي إجوا من آخر الدنيا صراحة حتى يشاركوني، الله يجزيهم الخير. وكنت بتمنى يكونوا معي أكثر من الأصدقاء، بس للأسف بسبب كورونا ما خلتنا أنه نقدر نعزم رفقاتنا البقايا. بس إن شاء الله الجايات أكثر من الرايحات. وهلأ شوفوا هذا الجاتو بجد أخذ مني وقت فظيع، بس طلع عن جد خيلة يعني طلع كتير حلو. ما حدا شافه إلا قال لي واو. ألوانه شكله سبحان الله كتير حلو. أنا بهذا الجزء من الفيديو راح أطلع الشغلات المعجنات والحشوات اللي عملتها بشكل سريع وبسيط. أي إشي بتكون إياه بتقدروا تكتبوا لي على التعليقات أكيد، وأنا إن شاء الله بعمل له فيديو خصوصي. هلأ في شغلات موجودة على القناة، بتقدروا ترجعوا للقناة وتشوفوا الفيديوهات الموجودة بقلبه، راح تعجبكم إن شاء الله. ما تنسوا تعملوا إعجاب للفيديو، تفعلوا زر الجرس، تشاركوا الفيديو لكل الناس اللي بتحبوها حتى يستفيدوا. وهلأ أنا وياكم راح نبلش بأول وصفة معانا اللي هي اليالنجي. اليالنجي موجود بقلب القناة، اللي بحب يرجع له بالتفصيل راح تلاقوه موجود بالتفصيل بفيديو لحال. تمام. مكوناتنا كتير سهلة وكتير بسيطة، وأنا هذا حضرته قبل بيومين. جهزته كلاته وحطيته بالبراد. تعرفوا انتو كيف اليالنجي طيب بايت الحموضة تبعته كلها بتفوت بقلب الرز، وهيك بطلع نكهة كتير رائعة لليالنجي. فأنا هون هلأ عم بفرم البندورة، عم بقطعها. بعدين رح البصل عندي بصل أخضر جاهز مفرز،
عم بفرم البقدونس هون لحتى اقلي اول شي البصل بزيت زيتون، رح اقليه منيح لحتى يدبل معي. وبعدين بحط بقية المكونات اللي هي مية البندورة ودبس الفلافلة، بقليهم مع بعض لحتى تطلع يطلع الزيت تبعت مية البندورة، بيعطي طعم كتير طيب لما بتتقلى مع بعض. هلا مثل ما شايفين انا حطيت هون زيت زيتون، بصل اخضر، بتقدروا تحطوا بصل عادي، اللي ما عنده بصل اخضر ما في مشكلة، بس انا موجود كان عندي بالحديقة وخليته بالفريزر. هلا هون حطيت مية البندورة ودبس ودبس الفلافلة. هلا هو كمان بنقله دبس بندورة، كمان بنقلبه شوي بالزيت هو على النار، ننتبه ما ينحرق، بنخليه على النار وسط. وبعدين بحط كل البهارات معه، فلفل أسود، ملح الليمون، 7 بهارات، كمان شوية قهوة تعطي نكهة كتير طيبة. أنا هون غاسلة الرز، بس غسيل ما نقعته، بس غسلته وبعدين حطيته على بقية المكونات، بقليهم مع البندورة لحتى كل شي سوائل يمتص الرز بقلبه. بقلي شوي وبعدين آخر شي بحط البندورة بقلبها كمان، وبعدين بحط شوية دبس رمان كتير ضروري فيه، بيعطيها حموضة كتير طيبة. وأكيد أنا حاطة شوية ملح الليمون، وبتقدروا تحطوا ليمون عادي. كل ما كانت حامضة اليالنجي كل ما كانت أطيب. بعد هيك لما بقلبه كلياته هيك بتجانس مع بعض، بحط البقدونس وبطفي الغاز وبتركه. بقلبه طبعا مع بعض أول شي، وبعدين بتركه لحتى يبرد، وبس يبرد ببلش بالحشي. تمام. هلا هاي آخر مرحلة، هون دبس الرمان عم بحط، ورح أقلبه وأتركه مع بعض، بس أحط البقدونس. وهلا أول وصفة معانا أو أول حشوة معنا صارت جاهزة. رح ننتقل فورا هلا على اللف. أنا اللف هون بس 3 ورقات لفيت، ورقتين طبيعيات ما فيهن شي وورقة ثالثة يعني مشوهة شوي، فتحاتها شوي كبار، مثل نحن بنقول منرقعة. بنحط ورقة عنب تانية عليها بتكون كمان مقطعة أو صغيرة أو لا تستخدم يعني، فبعيد استخدامها. لف اليالنجي كتير أسهل من اليبرق وأسرع. بكل بساطة بنفرد الورقة على الوجه الخشن، بنلف أو بنحشي بالوجه الخشن وبنحطها على جنب، وبعدين بنصفتهم كلياتهم بقلب الطنجرة. هلا قبل ما نصفتهم بقلب الطنجرة بنحط من اليبرق اللي بيكون مقسم معانا وهيك قطع، بنحطه بنصفه بالطنجرة من تحت. بعدين بنحط بطاطا أو اللي بده جزر، هذا حرية الاختيار إلكم يعني، بتطلع طيبة كمان مع اليالنجي. وبعدين بنطبخها وبنحطها على جنب لتبرد ونحطها بالبراد. هلا رح ننتقل مع بعض نساوي عجينة البيتزا. هلا أنا هاي عجينة البيتزا اللي أنا بعتمدها دائما بالبيتزا، كتير طعمتها طيبة مميزة صراحة. حطيت خلطة طحين أبيض وطحين أسمر، حليب بودرة، ملح وسكر، وأكيد خميرة. ورح أحط بيضة وأعجنها بكاسة حليب. وهون حطيت شوية محلب اختياري، اللي بده بحطه اللي ما بده ما بحطه، ما في مشكلة. فانيلا، وبحط معهم كمان شوية بيكنج باودر. بعرف مكونات كتير بس بتطلع العجينة كتير طيبة. بعد ما أعجنها بالمي والحليب رح أحط عليها شوية زيت ورح أتركها تنعجن مع بعض. حطيت تقريبا كيلو طحين. أنا هون كيلو الطحين ما شاء الله عمل معي كمية منيحة. هلا ضفت الزيت العادي ورح أقطع أغراض اللي رح أحطها على البيتزا. هون الفطر جبت فطر. الفطر أكبر غلط إنكم تغسلوه بالمي، لأنه الفطر مثل الاسفنج بشفط كل شي مي. فطريقة تنظيفه كتير سهلة، بمحرمة، بفرشاي، فرشاية الزيت يعني، بتقدروا تكتوا التراب بس كت عنه، ما بنغسل أصلا. هلأ أنا رح أفكفكه بعد ما مسحته، ورح أقطعه شرايح وأحطه بمطبقيات وأحطه بالبراد. هلأ بتقدروا تستغنوا عنه، تحطوا بداله معلب، بس أنا بحب كتير الفطر الأخضر. قطعت هون الفلافلة كمان هيك نفس الشي، رح أجهزها وأحطها بالبراد. قطعت الفلافلة بطريقتين،
شي مثل حلقات وشي مطاول. هلا رح نعمل مع بعض انا وياكم الصلصة. الصلصة هاي كمان انا كتير بحبها وكتير معتمدتها، يعني بس بدي اعمل بيتزا دايما بعمل هاي الصلصة. في صلصة كمان سهلة كتير ببقى بعلمكم اياها بالفيديوهات الجاية ان شاء الله. هون حطيت ثوم وبصل وقليتهم بزيت زيتون ومية بندورة، كمان بقليها معاهم لحتى يطلع الزيت تبعها. وبعدين في عندي بندورة جاهزة، معصورة جاهزة، تيجي بالسوق جاهزة يعني مثل ما هيك، فأنا بحب استعملها لأنه بيعطي لون حلو كتير للصلصة. هيك بخليها تغلي شوي مع بعض لحتى تتجانس، وبعدين بطفي عليها وبتركها لتبرد. هلا هون أنا عم بقطع البيتزا، وراح أبلش أرقها. طبعا الاختيار انتو اللي بدكم اياه. انا عملت صغير صغير ميني بيتزا، وعملت حجم وسط يعني قطع فردية فينا نقول. بعد ما رقيناهم راح نحطهم على الصينية ونبلش نحط عليهم الصلصة والحبشات هاي تبع البيتزا. تقدروا تزيدوا طبعا عليها غير الفليفلة والفطر. انا حطيت زيتون، تقدروا تحطوا ذرة كمان بيطلع كتير طيب معاها، اناناس، يعني كل واحد على حسب ذوقه وشو بحب هو. تمام. هلا شايفين انا قلت لكم انه انا خلطه الطحين، طحين اسمر وطحين ابيض، فهاي الحبيبات الموجوده عليها كلها من الطحين الاسمر، من الحبه الكامله، طحين حبه الكامله هيك بسموه. طيب ماشي. هلا هون عم حطينا الصلصه، شفتوا هدول الميني بيتزا اللي عملتهم على شكل مربع، كتير شكلهم حلو طلع ولذيذين. قطعت الفليفله الفطر حطيتها عليهم وجهزتهم كلياتهم وحطيتهم بالفرن، وبس طلعوا بردوا حطيتهم بالفريزر. هلا هون رح نعمل مع بعض الصفيحة، او اسمها بعلبكية كمان بسموها. هاي مو مثل الصفيحة العادية، المكونات اللي بقلبها مختلفة شوي، فيها اضافات نحن ما بنحطها بالعادة بالصفيحة العادية تبعنا. بنبرش بصل، بندورة. الطعمة المميزة الموجودة فيها هاي الصفيحة السماق، وبنحط لها شوية ملح الليمون لأنه بنحب تكون حامضة، كل ما كانت حامضة شوي كل ما كانت أطيب. تمام. 7 بهارات وفلفل أسود، هذا هو بس، ما بحط لها غير هيك. تمام. 7 بهارات، فلفل أسود، شايفين سماق، وملح الليمون وملح وبس. في ناس بيحطوا لها دبس الرمان، اختياري، بس أنا حبيتها هيك، حبيتها من غير دبس رمان. تطلع صراحة كتير كتير طيبة، جربوها ورح تدعوا لي إن شاء الله، واكتبوا لي التعليقات تحت إذا عجبتكم، أو إذا ما عجبتكم كمان اكتبوا لي، ما بيأثر. هلا هون أنا خالطة لحم بقر ولحم غنم مع بعض. هي طيبتها بلحم الغنم بصراحة، بس لحم الغنم كتير بدهن، فعشان هيك بخلطه بلحم عجل. هلا بعد ما خلطناهم مع بعض رح نتركهم لحتى تعشق اللحم النكهات مع بعض، البصل والبندورة والبهارات، وتصير طعمتها كلها طيبة. هلا هون بعد هيك رح اعجن العجينة، وهي انا ما طلعت لكم اياها بالفيديو لانه كتير سهلة، ما بدها شيء. هي طحين نوعين، اسمر وابيض، خميرة وسكر وملح ومي، بس هذه هي. بعد هيك رح اتركها كمان ترتاح العجينة، ورح اقرصها، وكمان رح يعني اتركها تقريبا 5 دقايق، وبعدين رح ارجع ارقها واعملها بقطاع شكل مدور. لحد الان ما في اسهل من هيك يعني. بعدين رح نحشيهم للقراص هدول، ورح نعملهم على شكل مربع إذا بتحبوا، شكل خماسي سداسي، انتوا حسب ايدكم كيف. بس أنا هلأ رح بعد ما أحشيها رح نشوف مع بعض كيف رح أعملهم. لا ترققوا العجينة كتير ولا تسمكوها، خلوها وسط، لأنه هي محطوط لها خميرة كمان رح تنتفخ. شفتوا كيف معي كيف قرصتهم بطريقة سهلة وبسيطة. بس بناخد الحفف وبنربطهم على بعض، بتصير على شكل وردة، وبطلع شكلها بجنن صراحة، وطعمتها كتير طيبة. هلأ لما بدنا نصفطهم بالصينية المفروض أن يكونوا قراب على بعض، مشان ما يفتحوا معي، ومشان كمان لما بيكونوا قراب على بعض ما بتقرمش العجينة زيادة، بتضلها طرية وحلوة. وهلأ إن شاء الله بالفيديو الجاي رح أنزلكم طريقة الليزي كيك مع حشوة التشيز كيك. رح نعمل مع بعض الحلويات، اللوتوس
كريات اللوتس أو مربعات اللوتس. كمان رح نعمل يعني أي إشي من الحلويات مساوى على هاي الطاولة. إن شاء الله رح نحاول إنه نغطيه بالفيديو الجاي. في شغلات جايبتها جاهزة أنا، طبعا أكيد ما رح نعملها لأنه جاهزة ببساطة. رح نعمل الكيك أكيد مع بعض والحشوات وتلوين الكريمة رح نلونه مع بعض. بتمنى تتابعوني بالفيديو الجاي، وأتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو. وإذا عندكم أي إشي أفكار أو شي بتقدروا تكتبوا لي تحت بالتعليقات، وإن شاء الله أنا بالأيام الجاي كمان رح أعمل لكم أفكار جديدة لهيك بوفيهات أو لعيد ميلادات لأولادكم لرفقاتكم. وإن شاء الله من هون لوقتها بتكونوا أنتم بألف خير وبأحسن حال بإذن الله. هلأ أنا عملت هون السوكسي نوعين، نوع محشي تشيز كيك ونوع سادة. هون يجي لي على أناناس. هون هذا الجاتو جبته جاهز صراحة، الكب كيك مع أنه كتير سهل إني أعمله، بس بتعرفوا ما كان في وقت يعني. بطلنا الفيديو الجاي إن شاء الله رح يكون الكيكة بإذن الله، يعني رح يكون التركيز على الكيك وعلى كل شيء حلويات. هدول الوردات هدوني إياهم أولادي. هذا باقة الورد اللي حطيتها على الكيك، والباقة الورد الثانية الورد الجوري. وفي بنتي كمان رسمت لي وردة كتير حلو إذا انتبهتوا لها، وردة حمراء جاي ورا الجاتو أو ورا العصير بالأصح. بصراحة بتجنن، قعدت عليها 7 ساعات بقطنة الدنين قعدت ترسمها، كتير حلوة لقيتها وبتجنن. الله يسلم ايديك يا حبيبة قلبي ويرضى عليك يا رب ويخلي لي اياكي انت واخواتك. الوردات طلعوا بجننوا كمان، يعني هدوني اياهم الاولاد بالعيد الميلاد. احبابي في الله، ما تنسوا تعملوا لايك، تشاركوا الفيديو لكل ارفقاتكم لحتى تكبر عيلتنا. ما تنسوا تشتركوا بالقناة اذا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد. انا هلا رح اقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.